تخيل معايا كده لو جبت لك علبة لبن أطفال وقلت لك عايزين نبيع علبة اللبن دي للجمهور المستهلك بتاعها. قلت انت واخد علبة اللبن ورايح لطفل صغير كده عنده 6 شهور وقعدت تدادي فيه علشان خاطر يشتري علبة اللبن، هل ده منطقي أصلا؟ أكيد مش منطقي، والله لو قعدت تعمل إيه؟ محدش هياخد منك علبة اللبن دي خالص. طيب الفكرة وما فيها هنا لازم تفكر في الديسيجن ميكر أو الشخص صانع القرار اللي ممكن ياخد منك علبة اللبن يديها للطفل ده في النهاية، وبالتالي أنت بتفكر في البيرنتس أو الوالدين وبالأخص الأم. شفت بقى التدرج إزاي؟ أنت عايز تبيع علبة اللبن مش هتبيعها بقى لا للطفل ولا للأب ولا بالأم، أنت بتنقي أكتر شخص ممكن يفكر في قرار شراء المنتج منك بشكل أو بآخر، وهو ده اللي أنت المفروض تعمله لما تيجي تحدد الجمهور المستهدف ليك في عملية الكتابة. مين اللي ممكن يفكر يقرا لك المحتوى بتاعك او يشتري منك المنتج بتاعك عن طريق المحتوى المكتوب؟ عشان نجاوب على السؤال ده يلا بينا نبتدي حلقة النهارده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعرفكم بنفسي أنس محمد يوسف وأهلا بكم في حلقة جديدة. هنتكلم النهاردة في موضوع من موضوعات كتابة المحتوى، وهو الباير بيرسونا أو العميل المثالي اللي تقدر تكتب له المحتوى بتاعك. خلينا نتفق اتفاق كده في أول الحلقة دي إن مش كل الناس هتكون مهتمة بنفس المواضيع، يعني في ناس بتحب الكورة وناس مهتمة بالفن، ناس مهتمة بأنواع أخرى من الرياضة، ناس مهتمة بالأدب وهكذا. وبالتالي انا ما اقدرش ان انا اكتب محتوى واحد والناس كلها تجمع على ان هي عايزه المحتوى ده بشكل او باخر. يا اخي ده حتى الترفيه والتسليه الامر مختلف عليه في كل حاجه. في ناس مثلا بتحب نتفليكس، في ناس ممكن تكون بتحب مثلا بالنسبه لها الترفيه والتسليه ان هي تقرا كتب، امر مختلف بشكل كبير جدا. وبالتالي لازم تفكر هتكتب لمين، من اللي ممكن يقرا المحتوى بتاعك. هدي لك مثال عملي شويه على موضوع الجمهور المستهدف ده. تعالى فكر كده في موضوع شركات الاتصالات لما بتيجي تعمل اعلانات وتقول لك ان خطوط البيزنس لما تيجي تبيعها هتبيعها للناس اللي بجيريوس او الناس اللي هي ما عندها قدره شرائيه كويسه جدا. بالتالي بيجيب لك ممثلين من نوعيه معينه ويكلمهم بطريقه معينه، زي ما يقول لك انت مش اي حد معانا، مش اي حد، احنا اقوى كذا، انت هتبقى في الليفل الفلاني وهكذا. في فئة تانية خالص لنفس شركات الاتصالات لما بتيجي تخاطبها من الجمهور تكلمهم عن كارت الفكة والناس الشعبية الحلوة والميزانية اللي على قد الإيد وإن أنت تدردش مع أصحابك وأكتر باقات إنترنت وهكذا. ده معناه إن نفس الشركة عندها فرايتي أو عندها تنوعية في الجمهور، وهي بتخاطب كل جمهور بالطريقة اللي تقدر تستهدفه بيها بشكل مثالي. هتقدر تعكس الشخصيات أو تعكس التسويق للشخصيات ديت؟ ما تقدرش. في الواقع انت بتلتزم بحاجة اسمها البيرسونا او الهوية المثالية للجمهور بتاعك، وما ينطبق على الاعلانات وشركات الاتصالات ينطبق على الكتابة. هقول لك ازاي. رقم واحد، البيانات الاساسية. هل انت بتخاطب الرجال ولا بتخاطب السيدات ولا بتخاطب الاطفال ولا كلهم مع بعض؟ رقم اتنين، الديموغرافيا، يعني المنطقة السكانية والفئة العمرية. بمعنى ان هل اللي عند الجمهور بتاعك او العميل بتاعك جوه القاهرة ولا خارج القاهرة؟ هل هو جوه مصر أصلا ولا خارج مصر؟ السلوك العام بيختلف مثلا أو القدرة الشرائية بتختلف ما بين الإنسان أو الشخص المقيم جوه مصر أو ممكن في المحافظات عن المقيم خارج مصر. نقطة كمان، الفئة العمرية. الفئة العمرية المستهدفة بالنسبة لك هتبقى عاملة إزاي؟ هتخاطب فئة الرجال؟ أقول لك تمام أوكي، بس هل أنت بتكلم المراهقين ولا بتكلم الرجال ولا بتكلم كبار السن؟ كل فئة من دول حتى في تصنيف الرجال ممكن تخاطبهم بطريقة مختلفة تماما. ثالث نقطة معانا هي الأهداف. إيه هي الأهداف اللي الجمهور بتاعك بيحاول يحققها في حياته، وإزاي البيزنس بتاعك بيقدر يساعده على إنه يروح يحقق الأهداف دي بالفعل. 4، التحديات. وإيه هي التحديات اللي بتبقى قدام الجمهور علشان خاطر يقدر يوصل لنقطة الأهداف اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. رقم 5 وأخيرا، العقبات أو الموانع اللي تخلي الجمهور بتاعك يفكر إن هو يشتري المنتج من غيرك وما يجيش على المنتج بتاعك بشكل أو بآخر. لازم تركز في النقط ديت بشكل جوهري، لان ده الاساس اللي تقدر تبني عليه باير بيرسونا او هويه مثاليه للجمهور بتاعك بشكل سليم. وهنا تسال سؤال وتقول طب البيانات دي كلها اقدر اجيبها منين؟ هقول لك قدامك 3 طرق. الطريق الاول هو السوشيال ميديا، منصات التواصل الاجتماعي. تقدر تشوف المنتج بتاعك او خدمتك، اخبار الناس معاها ايه، بيتعاملوا معاها ازاي، بيقولوا عليها ايه، محتاجين منها ايه تاني.
النقطة الثانية هي تقييمات العملاء وآرائهم. لو المنتج بتاعك قائم بالفعل ممكن تشوف تقييمات العملاء، الناس بتقول عايزة ايه هي التحسينات المطلوبة علشان خاطر تقدر تضيف اكتر في المنتج بتاعك. النقطة الثالثة هي آراء الأهل والأصدقاء أو الدايرة المحيطة القريبة، سواء مثلا زي ما قلنا الأهل والأصدقاء أو حتى زمايلك في العمل. تسألهم يا جماعة لو عملنا المنتج الفلاني أو الخدمة الفلانية عملناها بالشكل الفلاني، ايه الأخبار، نقدر نطور فيها ايه، نحسن منها ازاي، طيب انتوا لو هتشتروها بناء على اي اساس. 3 نقط دول هم النقاط المحورية اللي تقدر تفكر ازاي تبني من خلالهم باير بيرسونا بشكل سليم. مع العلم ان الباير بيرسونا دي مش ثابته ابد الابدين، لا ده هي بتتطور مع الوقت، لان شكل بديهي ومنطقي جدا ان سلوك الجمهور بيتغير من فتره للتانيه وميوله بيتغير برضه من فتره للتانيه. فانت بتبني شكل الجمهور المثالي بشكل اولي، وبتبتدي مع الوقت تعمل له عمليه الديفلوبمنت او التطور بناء على حسب الخدمه اللي انت بتقدمها والمنتجات اللي انت بتعرضها والجمهور الجديد اللي بيجد عليها او ما شابه ذلك. وبكده اكون وضحت لك التفاصيل المهمه اللي انت محتاج تعتمد عليها لما تفكر تعمل باير بيرسونا او تحط الهويه المثاليه للجمهور بتاعك اللي انت هتكتب له محتواك. تنساش يا ريت تدعمنا بشير بلايك وتعمل مشاركه للفيديو ده علشان يوصل لاكبر عدد من المستفيدين، وتسيب لي في التعليقات عايز تعرف ايه تاني عن مجال كتابه المحتوى. شكرا جزيلا، محمد يوسف.